ومن أعظم أسباب الهداية كتاب الله عز وجل، القرآن، تلاوته، تدبره، أن يجعله الإنسان وردا ثابتا في حياته. أول ما تقرأ في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من أراد الهداية والتوفيق يجده في كتاب الله عز وجل. لما ذكر الله عز وجل شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يجد الإنسان الهداية والتوفيق في هذا القرآن الذي فيه العقائد والأخبار والقصص، الذي فيه الوعد والوعيد. كم يجد الإنسان الطمأنينة مع كتاب الله عز وجل. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأعظم الاعتصام بالله عز وجل أن يعيش الإنسان مع كتاب الله عز وجل، مع القرآن. لا حجة لك. تأمل أخي الكريم، اليوم الإنسان ربما يمرض ويكون حبيس الجدران الأربعة وحبيس الأسرة البيضاء فيطلب القرآن، والشخص يبتلى فيسجن في السجن يطلب القرآن، ويتغرب الشخص ويسافر إلى بلاد بعيدة نائيا عن بلده فيطلب القرآن، ويبتلى كثير من الناس فيطلب القرآن، وأنت في صحة وعافية وفي نعم كثيرة وبعيد عن كتاب الله عز وجل. سل نفسك متى كانت آخر مرة فتحت فيها كتاب الله عز وجل؟ ربما كثير من الناس لا يعرف القرآن إلا في شهر رمضان، لا يعرف القرآن إلا في يوم الجمعة، لا يعرف القرآن إلا في مناسبات معينة. هذا القرآن هو الهداية والبشرى والنور والشفاء في حياتنا، ومع ذلك فرطنا فيه.